اسمع كده معايا الفيديو ده. عم نتابع مباراة سوريا وقطر، بس مع الأسف ما قدرنا نتابعها اليوم إلا عن طريق قناة الكأس. وليش مع الأسف؟ لأنه حاطين معلق مصري من أكثر المعلقين العنصريين اللي رأيتهم عيني. بدي أفهم، في شيء سوري رايح سارق له بيته وعامل أذيه، يعني سارق له بيته مساوي له شيء حتى عنصري لهالدرجة بالمباراة؟ يعني قناة الكأس عاجبكم الوضع ولا شو مشان؟ وبإذن الله بتفوز سوريا اليوم، بس لأهدية لمعلق قناة الكأس اللي ما بعرف شو اسمه ولا بيشرفني أعرف شو اسمه، يا عيب الشوم. بس حظك السيء ان انت اتفرجت على احمد الطيب، بس للاسف انت مجبره على كده. سبحان الله يا جدع، محدش بيحبك لا مصري ولا حتى سوري. عرفتوا ان هو مكروه في كل حته، عرفتوا ان هو ضلالي بيطلع ينافق لقطر في اي حته. يا جدعان التعليق ده موهبه، واحمد الطيب ما عندوش موهبه. احمد الطيب مش محبوب، فلو احمد الطيب عنده الموهبه وهو مش محبوب والله ما حد هيتفرج عليه، لانه بيطلع ينافق للفرق القطريه، بيطلع ينافق للمنتخب القطري. وشاهد شاهد من اهلها، مش انا اللي هقول، لان انا لو اتكلمت هتطلعوا تقولوا انت اهلاوي ما بتحبش احمد الطيب. فسبحان الله جت من عند ربنا، ما حدش بيحبه نهائي. فالمحبه دي لما بتتحط في حد الدنيا كلها بتحبه، انما لما ربنا ما يحبكش ما حدش هيحبك. والتعليق ده موهبه. سيب التعليق يا احمد يا طيب لاهل التعليق، سيب التعليق لعصام الشوالي، لحفيظ دراجي، لفهد العتيبي، للناس الحلوه دي. انما انت مالكش في الحاجات دي. ابعتها له وقول له كفايه يا احمد يا طيب، بس كده. يلا سلام.